السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ناخد جولة في بعض الفرش الموجودة في شوارع محافظة كفر الشيخ وكمان في بعض المحلات. هنتعرف النهارده على تصفيات الشتوي الموجودة في محافظة كفر الشيخ. واول حاجة موجودة معانا النهارده مجموعة من الجواكت الشتوي موجودة في محل التوكيل، وهنشوف الواجهة بتاعته دلوقتي. واي جاكيت ب150 جنيه، 150 جنيه يعني يا بلاش، وحاجة كده كويسة ومبطنة زي ما انتم شايفين من جوه، حاجه كويسه بتدفي. بس طبعا علشان تصفيات شتوي وكده وداخلين على صيف فبيبيعوا الحاجات دي رخيصه. اللي يلحق بقى يشتري وياخد الحاجات دي ويعينها للسنه الجايه ان شاء الله باذن الله. جواكت اولادي جميله جدا، وطبعا احنا عارفين ان في موسمها بيكون سعرها اغلى من كده بكتير. في ناس كده بتستنى التصفيات من السنه للسنه وما بتجيبش حاجاتها غير في التصفيات. يعني مثلا تنزل تجيب الحاجات الشتوي بتاعتها في التصفيات بتاعت الشتوي ويعينوها للسنه اللي بعدها. طبعا بينزلوا تصفيات الصيفي ويعينوها للسنه برضو اللي بعدها. طبعا المحل ده في حاجات كتير شتوي تصفيات غير الحاجات الموجوده او المعروضه على الارض. زي ما انتم شايفين كل الحاجات دي اللي متعلقه حاجات باسعار كويسه، اسعار يعني يعتبر نازله النص. المحل ده موجود فين؟ موجود في عمارات الشرق للتامين قصاد المحطه. خدت كده المحل على السريع من بره، بصراحه ما كانش في عندي وقت خالص ان انا ادخل واخد جوله تفصيليه داخل المحل. سمكة الموزة دي بايه؟ 60 والرسانة دي 70. الموزة ب70؟ دي 70 دي 60 الموزة 60 والبسارك 25. خد يا فري هات 5 السمك دي بايه يا عز؟ بكام السردين؟ دي ب50. السردين ده اللي بكام؟ دي الموزة دي ب60. قلت كده ناخد فكرة بسيطة عن السمك، وده محل التوكيل في وشنا اهوت قصاد المحطة وكمان في عمارات الشرق للتأمين. طبعا معروف ان سوق محافظة كفر الشيخ بيكون يوم الخميس، وانا في اليوم ده كنت هناك يوم الاربعاء. يوم الاربعاء بيجي بياعين من اللي هم بيقعدوا يوم الخميس بييجوا يقعدوا من يوم الاربعاء وبيباتوا هناك. يعني انت لو عايزة تروحي تشتري شوية حاجات من نفس البياعين اللي بيكونوا موجودين يوم الخميس فروحي يوم الاربعاء، علشان لو انت يعني متضايقة من الزحمة يوم الخميس يكون معاهم حاجات وفرش كده فرشينها على الارض باسعار كويسة جدا. عايزة اقول لكم ان اسعار الكوتشيات هناك بصراحة اذهلتني، كوتشيات جميلة جدا وخامتها حلوة جدا وسعرها لا يتعدى 120 130 جنيه. في طبعا ارخص من كده بكتير، يعني في معاكي من 30 جنيه لغاية 130 جنيه. وبصراحة يعني كوتشيات عجبتني جدا اللي هي ب120 و130. والشباشب اللي قدامكم دي في منها ب15 وفي منها ب20، يعني في انواع ب15 في انواع ب20. بصراحه خدت شبشب من ب15 لبنت صغيره يعني. نيجي هنا اللي بتاعتي الميلامين، والميلامين عندها حلو جدا وتقيل ما شاء الله عليه. انا خدت بصراحه صينيتين منهم. يا عسل ايوه بايه؟ ب 60. والصينيه اللي في ايدي دي صينيه ميلامين كبيره، بس بصراحه ما صورتهاش مش عارفه ليه تاهت مني. الصينيه دي كانت عامله 60 جنيه، ودي يعتبر كانت اغلى حاجه موجوده على الفرش. يعني الصواني الصغيره اللي قدامكم دي اللي انا مسكتها دي كانت عامله 20 جنيه بتاعت بكار الجميله الحلوه دي. كمان الصينيه اللي انسه مسكتها دي عامله 25 جنيه. تمام. في صواني بتبدأ من 20 ل25 ل30 وفي ب40. يعني جبت واحدة ب40 وجبت واحدة اللي هي في ايديا دي جبتها ب25 جنيه. تمام. وفي اكبر حاجة اللي هي موجودة ب60 جنيه، بس بصراحة خامات حلوة يعني حلوة، يعني مش اي فرش كده تجيبوا منه. بصراحة بيبقى في حاجات كده بيقولوا عليها ميلامين بس يعني ملهاش علاقة بالميلامين خالص. لا دي ميلامين يعني، وحاجات نظيفة ما شاء الله، مع حاجات كتير وادوات مطبخ ورفايع صغيرة وحاجات كتير بصراحه. بس انا ما جبتش غير صينيتين، وان شاء الله باذن الله كل ما اروح كده اجيب حاجه. وهي على طول بتفرش وبتجيب يعني حاجات، كل يوم بتجيب حاجات تانية جديده. تمام. والحاجه اللي بتخلص بتجيب غيرها. يا عسل يا ضما بكام الواحدة؟
انا بصراحه كنت متحيره بين الصينيتين دول، الاتنين شكلهم اجمل من بعض بصراحه. الكوتش ده كان عامل 120 جنيه بس بصراحه ما صورتهمش كويس. الاحراج بقى يا جماعه، الاحراج يعني كنت محرجه بصراحه ان انا ارفع كده الكاميرا واصور، يعني ساعات اتشجع شويه وساعات الواحد يتحرج. فشجعوني بقى انتوا، شجعوني باللايك عشان الواحد يعمل لكم فيديوهات حلوه كتير وما يتحرجش قدام حد وان هو يبتدي يصور ويعني طالما في تشجيع وطالما في عائد ان الواحد يعمل علشانه، فبصراحه الواحد مش هيتحرج، صح؟ والكوتشيات دي برضو الواحد عامل 120 جنيه، ولاني مشيت كده قال لي تعالي هريحك، يعني مش عارفه ممكن ينزل عن كده كمان ولا لا. ديت على فكره كوتشيات محلات، وهم عاملين برضو فراش كده قدام المحل. واحنا طبعا دلوقتي قدام سلسله المحلات الموجوده قصاد عمارات الشرق وكده وانت رايحه على المحطه. يعني لو تلاحظوا هناك اهوت في الوش صيدليه الشرق، يعني الراجل بتاع الفرش ده قدام صيدليه الشرق زي ما انتم شايفين، بس طبعا من الناحيه اللي هي فيها الجناين بتاع الطعميه وكده. الكوتشيات دي برضو عجبتني، خامتها حلوه يعني خامتها كويسه. يعني انا كنت جايبه السنه اللي فاتت كوتشي من ده كان عامل 200 جنيه، يعني نفس الخامه واشكال جميله وحاجات كويسه وكمان مقاسات كل حاجه موجوده، وب120 جنيه يعني حاجه بصراحه يا بلاش، حاجه يا بلاش. يعني انا السنه دي متفائله كده ان انا اجيب لبس العيد للاولاد وكده باسعار كويسه رغم الغلا. السنه دي طبعا انتوا عارفين الغلا غلا فظيع يعني. فبصراحه لما شفت يعني الناس اللي فرشه هناك وكده بصراحه انا اتفائلت. وعايزه اقول لك مش لازم تجيبي حاجات يعني من افخم المحلات ومحلات كبيره عشان تحس ان جبت حاجه براند كده ولا حاجه حلوه للعيد او كده. لا بصراحه ممكن تجيبي من ناس فرشه فرش بسيطه زي كده، بس يعني الحظ ما جالهاش ان هي مثلا تفتح محل وكده، فبيقعدوا في الشارع يبيعوا حاجات وبتكون خامات حلوه برضو. انا عايزه اقول لكم بيكون في حاجات حلوه وحاجات مش حلوه، فانتوا طبعا تركزوا على الحاجه الكويسه وبالاسعار الكويسه. نحاول نوفر بقدر الامكان يا جماعه، يعني مش ندخل محلات غاليه وكده وان احنا نجيب الحاجه ممكن نجيبها من بره يعني اقول لك ممكن بربع الثمن. طب وليه يعني ليه يعني احنا معانا فلوس كده لقيتها في الشارع ولا حاجه؟ لا يا جماعه، يعني البرستيج بتاعنا بصراحه مش ان هو هينقص او ان هيجرى له حاجه لو احنا جبنا من واحد فرش بسيط في الشارع، حتى على الاقل حتى ناخد ثواب فيه ان احنا نشجعه ان هو ياكل لقمه بالحلال، صح ولا لا؟ الكوتشيات اللي قدامنا دي على فكره الواحد كان بيقول ب35. تعالي نسمع كده نشوف. اي كوتش ب35 و55. اللي قدامك الابيض دي بايه؟ 100. العبايات اللي احنا بنشوفها على الارض دي تصفيات قدام محلات، تصفيات شتوي كده قدام محلات. الواحده بتكون عامله 100 جنيه وفي اغلى حاجه عامله 150 جنيه قدام محل رواد الخليج اللي احنا صورنا فيه قبل كده، ومحلات تانية كتير برضو في سلسله المحلات اللي هي قصاد الشرق للتأمين. الراجل الطيب ده بقى انا انصحكم انكم تجيبوا منه اكسسوارات وحاجات وتوك وحاجات رخيصه جدا. حاجات على فكره ان نشوفها يقول يعني انت ممكن تشوفها كده من بعيد تقولي الحاجات قديمه، لا دي حاجات مش قديمه على فكره، حاجات جديده بس زي ما بتقولي كده ايه يعني طالعه من محلات يعني مثلا محل بيصفي كده، فبيكون حاجات جديده وحلوه وكمان رخيصه جدا. لقيته المره دي قاعد قدام عربيه تحيا مصر، قبل كده كنت شايفاه يوم خميس وكان قاعد في مكان تاني برضو بس مش بعيد عن المكان اللي هو قاعد فيه دلوقتي. تمام، هو على طول طبعا اكيد بيكون موجود يوم الخميس، بس النهارده كان جاي يوم الاربعاء، يعني كان جاي يوم الاربعاء بقى وهيبات يوم الخميس، فهو مش عارفه بصراحه على طول بيجي يوم اربعاء وبيبات اليوم الخميس ولا ممكن يجي ايام اربعاء وايام بيجي خميس من الصبح. كل حاجه ب 2.5، حاجه النهارده الكيسيون ب 2.5 النهارده، هي حاجه ب 2.5. اي ملابس ب5. وزي ما سمعتوا كده اي حاجه قدامه ب2 جنيه ونص، اي طوق اي تواك اي اكسسوارات حلقان غوايش سلاسل تاتو، اي حاجه من الحاجات الموجوده دي اي حاجه ب2 جنيه ونص، ساعات ممكن يديكي 3 حاجات ب5 جنيه. والملابس القديمه اللي وراه اي حته ب5 شرابات ب10، اي 3 شرابات ب10. روحنا حته بايه؟
والحاجات الموجوده قدامك دي الحته ب150 جنيه، وطبعا في اشكال وحاجات كتير معرفش ان انا افردها لكم كلها، بس حاجه كده بعضها تشوفوها. والخامه جميله جدا، الخامه بصراحه دي على ضمانتي، خامه حلوه جدا. وطبعا ده قدام محل كبير برضو هناك، يعني مش ان هي كمان فرشه كده لوحدها في الشارع، لا دي قدام محل، حاجات اصلا كانت معروضه في المحل ده قبل كده وباسعار مضاعفه. يعني 150 جنيه ده ممكن الحته فيه كانت الاول ب 300 او ازيد من 300 جنيه، ف 150 جنيه على الخامة دي مش غالية بصراحة، حلوة. هنهي بقى هنا معاكم جولتي النهاردة. اي حد محتاج اي جولة في اي مكان او اي فيديو ان انا اقدر اعمله يعني يقول لي، وان شاء الله باذن الله هعمله له. اي سؤال اي استفسار اي حاجة اكتبوا له في التعليقات، وان شاء الله باذن الله بنرد على التعليقات. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايك، دي حاجة بسيطة بس بتشجعني ان انا اعمل لكم فيديوهات احسن واكتر، وان انا اتشجع كده واقف اصور قدام اي حد او في اي مكان اعرف ان ده خلاص شغلي والناس مهتميه بيه، فابتدي ان انا اصور من غير اي احراج. نستودعكم الله والسلام.